عملنا ابلكيشن علشان يساعدكم ان انتوا تركزوا وان انتوا تكونوا اكثر انتاجيه. من كام شهر كنت اعلنت عن ابلكيشن اسمه Mindful Space. اوكي انا كذبت، هو مش بس كام شهر، هو تقريبا سنه. كنت بنيته في كام ويك اند كده من ساعه ما انا كنت بشتغل. كان ابلكيشن بسيط انا عملته بس علشان اساعد نفسي ان انا اركز واقدر احط فيه النوتس بتاعتي والتايمر والتو دو ليست والحاجات اللي انا بحتاجها. بعد ما نزلت الفيديو عن Mindful Space بدات تجي لي رسائل، ناس بتقول لي انها عاجبها الابلكيشن وناس بتقول لي انها عايزه تساعدني في انها تطوره وهكذا. واحده من الرسائل دي جات لي على انستجرام من شخص اسمه ايمن، قال لي ان هو عايز يساعدني، بيقول لي ان هو بنى ابلكيشن شبه Mindful Space، عايز ان هو يوريهوني علشان ممكن ان احنا نتعاون مع بعض وان احنا نعمل Mindful Space احسن. ساعتها للأسف أنا مشوفتش الرسالة، بس نفس الشخص بعت لي رسالة تانية على الإيميل المرة دي. ده كان يوم 20/7/2023. ده معناه ان انا ما شفتش رساله لمده شهر كامل. وللاسف الشهر ده لو انتوا عارفين القصه بتاعتي كان الشهر اللي انا عرفت ان انا اتسرق مني كل الفلوس بتاعتي، وكان دوامه كبيره جدا. فانا ساعتها الصراحه ما كنتش بقرا الايميلات بتاعتي قوي، كنت في حاله من الاكتئاب زي ما انتوا متوقعين، يعني الواحد لما بيكون في المواقف اللي زي دي. المهم في الاخر خالص دخلت وبصيت بصه فعلا على الابلكيشن اللي عمله، وعجبني جدا المجهود اللي هو حطه وبذله، واكد لي، ودي الحاجه اللي بتفرق ما بين الابلكيشن بتاعت حد بيبعتها لي واشوف ان هو مش كاتب اي حاجه، وواحد فعلا حط مجهود وحط بورتفوليو. فده وضح لي ان هو شخص حريص ان هو يشتغل بالفعل، وان هو عنده الخبره والسكيل سيتس ان تساعدنا ان احنا نشتغل مع بعضينا. فبالفعل بعت له قلت له ان احنا ممكن نشتغل على Mindful Space سوا. قال لي ثانك يو هيثم، ليتس جيت ات. فقلت له يلا حبيبي ليتس جيت ات، واتصلنا ببعض. انت تفهم عليا صح ولا يعني هل فاهمني؟ شويه اتحدث باللغه العربيه الفصحى؟ هل يعني اذا تحدثت لا، هناك عليك أن تفهم المشكل. أنا أفهم لهجتك، لكن لا يمكنك فهم لهجتي ولا يمكنني الوصول لتقليد لهجتي. ايمن طلع من المغرب، والهدره بتاعتي بالدارجه مش زوينه، بهدره شويه لكن يعني مش كويس قوي. فحاول ان احنا نتواصل باللغه العربيه، ويا حبايبي اللي من المغرب ومن كل انحاء العربيه، اي حد من دوله عربيه يحط ايه العلم بتاع الدوله بتاعته. انا بحب جدا ان احنا عندنا مجتمع عربي صغير كده، عقبال ما في يوم من الايام يكون عندنا دوله عربيه واحده. وبالفعل بدانا اخيرا ان احنا نشتغل مع بعضينا انا وايمن على Mindful Space النسخه الثانيه، واستخدمنا تايب سكريبت، والمره دي كمان استخدمنا Next.js ومونجو دي بي علشان الباك اند. وبعد كذا شهر almost سنه حابين ان احنا نقدم لكم Mindful Space 2. خلونا ناخدكم تور في Mindful Space الجديد. اول ما تدخل هتدوس على Start Now، هتعمل Sign In بجوجل اكاونت، ودي حاجة ما كانتش موجودة في Mindful Space 1. دلوقتي انت تقدر ان انت يكون عندك Synchronized Experience، فانت لو انت بتستخدم مثلا البراوزر بتاعك من كمبيوتر وبعدين رحت على كمبيوتر تاني وعملت لوجن بالجوجل نفس الجوجل اكاونت بتاعك، هتشوف الورك سبيس بتاعتك لسه موجودة. وعندنا شوية حاجات هتشوفوها متكررة من Mindful Space 1. الزرار بتاع Add Component اللي في الكورنر اليمين في الدارك او اللايت مود زي ما كان في Mindful Space 1. بس دلوقتي تقدروا ان انتوا تعملوا اد لكذا ورك سبيس. الصراحه الفيتشر دي بفلوس، ولكن اول 1000 مشترك هياخد الفيتشر دي ببلاش. هتشوفوا في اول كومنت عندي على الفيديو ده البرومو كود مكتوبه، وتقدروا تستخدموا الكود ده عشان تشتروا Mindful Space ببلاش. هتدوسوا على اد كود لما تاخدكوا على التشيك اوت سكرين. ولو انت من فلسطين تقدر ان انت تبعت لنا ايميل واحنا هنديك برومو كود حتى لو البرومو كود خلصت، او ممكن تدخل على الانستجرام بتاعي وهتلاقي اخر صورة انا منزلها اللي هي بتاعت Mindful Space. اكتب بس في الكومنت برومو وهيتبعت لك مسج فيها برومو كود جديد. اي حد بس يقدر ان هو يثبت لنا انه من هناك واحنا هنديله برومو كود ببلاش عادي خالص. فوق على الشمال اضفنا انك انت تقدر تحط الكومبوننتس من هناك، وبقى عندك البروفايل بتاعك وتقدر تستخدم صورة ليك او افاتار تقدر ان انت تختارها. لان انا سبسكرايبد هقدر ان انا اعمل كذا ورك سبيس، فواحده هخليها للحاجات البيرسونال بتاعتي وواحده هخليها لحاجات الشغل. انا عايز ان انا ابدا عاده القراءه، فخلوني ابدا بهابت تراكر. وزي ما انتم شايفين دلوقتي بقى عندنا الاندلس زوم، فانتوا تقدروا تروحوا في اي حته على السكرين، غير لما كان في Mindful Space كنت انتوا غصب عنكم محتاجين تكونوا في حته معينه. لو انتوا دوستوا سبيس بار وشديتوا كده بالماوس شمال او يمين هتقدروا ان انتوا تتحركوا، او ممكن تدوسوا رايت كليك وتتحركوا براحتكم على الاندلس كانفاس ده او الانفينيتي سكرين. هعمل دوبليكيت عشان عايز برضو ان انا ابدا كتابه، واللغه الانجليزيه واللغه العربيه الاثنين متاحين، فلو انت حابب ان انت تكتب اللغه العربيه عادي خالص. لو دوست على السهم اللي على اليمين ده هقدر ان انا افتح التراكر اللي هيوريني الايام اللي انا عملت فيها العاده دي او لا، واقدر ان انا اعلم اي يوم تاني انا عملته.
عندك to do list زي ما كان في mindful space 1، ولكن دلوقتي انت ممكن ان انت تضيف description للتاسك بتاعتك وتحطها in progress. لو انت دوست عليها في الاول هتلاقي علامة الساعة دي معناها انك انت لسه شغال عليها، هتدوس عليها تاني ده معناها انك خلصتها او خلصتيها. الستيكي نوت زي ما كانت في mindful space 1، والتايمر زي ما كان، ولكن دلوقتي في كمان stop watch. الكالندر دلوقتي بقى فيه جورنال، فلو انت عايز ان انت تكتب المذكرات بتاعتك تقدر ان انت تكتبها من النتيجة نفسها. بدل ما كان فيه لون واحد لكل كومبوننت، دلوقتي انت تقدر تختار الالوان اللي انت عايزها وتلون الكومبوننتس باللون اللي انت بتحبه. تقدر ان انت تصغر الكومبوننتس وتخليها minimized. ممكن برضو تحط الكومبوننتس في الاركايف، والكاونتر زي ما هو مثلا ساعات المذاكرة. ولكن الحاجة الجديدة اللي انتم ممكن تشوفوها هي الكويك لينكس، ان انت تقدر تحط حاجة زي ما تقول شورت كات. لو انا عايز ادخل نوشن او عايز ادخل على موقع انا بستخدمه كتير، اقدر ان انا احط شورت كات ليه علشان ادخل عليه على طول من مايندفول سبيس. لان الانفينيتي سكرين واسعه وانت عندك كذا حاجه، في فيتشر جديده جامده ما كانتش موجوده في مايندفول سبيس 1، وهي الليبلز. فرضا دلوقتي ان انا عايز اعمل 3 حتت مختلفه، حته احط فيها العادات بتاعتي، حته للشغل، وحته للمذكرات. فهعمل جورنالينج سيكشن او الجزء بتاع الكتابه، وخليني احطه بالبنفسجي. وهعمل الهابت سيكشن او جزء العادات وخليه بالاصفر. لو رحت للسيرش بار اللي فوق دي هتلاقوا ان انا اقدر اختار اي ليبل من الليبلز اللي انا حاططها، ولو ضغطت عليها هتاخدني للمكان اللي هي فيه. فممكن اتنقل بسهوله من جزء المذاكره لجزء العادات لجزء الكتابه. والنسخه الثالثه من مايندفول سبيس هيبقى فيها فيديوهات وصور وفويس ريكوردينجز. حبينا ان احنا ننزل مايندفول سبيس 2 قبل ما احنا نحط الفيديو والاوديو، رغم ان هم شبه جاهزين بس هما بيكلفوا فلوس للستورج، واحنا حبينا نشوف هل احنا نقدر ان احنا نعمل فلوس من مايندفول سبيس ده علشان نعرف ان احنا حتى نصرف عليه، مش نصرف عليه من جيبنا يعني. كده بوريتكم ايه الفيتشرز الجديده اللي في مايندفول سبيس 2. لو حابين ان انتوا تستخدموه هتلاقوا اللينك بتاع البرودكت هانت في الديسكربشن. ايه البرودكت هانت دي؟ برودكت هانت ده موقع بيحط الابليكيشنز الجديده اللي اتبنت او المواقع الجديده اللي معموله والناس تقدر انها تصوت عليها. احنا عايزين ناخد المركز الاول. لو جالنا برودكت اوف ذا داي والناس عملت ابفوت فعلا وصوتت لينا بحيث ان الابليكيشن بقى ظاهر اول حاجه، هننزل كمان برومو كود ل 5000 مشترك ان هم يقدروا يستخدموا مايندفول سبيس ببلاش. فلما لحقتش اول 1000 برومو كود، الفرصه بتاعتك ان انت تلحق البرومو كودز الثانيه ان انت تروح على برودكت هانت تعمل لنا ابفوت وتأكد ان احنا بقينا product of the day. لو في حد بيحاول ان هو يكتسحنا او ان هو يسبقنا، افضلوا ان انتوا تدوسوا upvote لحد ما نبقى في المركز الاول. بس كده، اتمنى ان انتوا تحبوا مايندفول سبيس 2، ولو عندكم فيدباك تقولوا لنا. وشاوت اوت لايمن، اشوفكم على خير وفيديو جديد قريب جدا ان شاء الله. باي باي.